في قرية صغيرة في أطراف الصعيد. كان في راجل اسمه سالم، معروف بين الناس إنه غريب الأطوار، دايما ماشي لوحده ومحدش بيشوفه في السوق ولا في الجامع، بس الكل يعرف إنه بيشتغل حنوتي. بس اللي محدش كان يعرفه إن سالم كان عنده سر مظلم، سر اتدفن معاه سنين طويلة. كان كل ما يموت حد في القرية ويدفن في الليل، الناس تلاقي آثار غريبة تاني يوم حوالين القبر، التراب مقلوب وكأن في حد نبش القبر بعد الدفن. الناس كانت تفسرها إنها جنيات المقابر أو القرين اللي بيرجع يزور جسد صاحبه. لكن الحقيقة كانت أفظع من كده بكتير. في يوم من الأيام شاب اسمه محمود قرر يعرف الحقيقة. فضل مترقب المقابر في الليل من بعيد، ووقتها شاف حاجة خلت قلبه يقف من الرعب. شاف سالم الحنوتي بنفسه بيحفر قبر واحد لسه مدفون وبيخرج الكفن بإيديه اللي بتترعش، وبعدين بدأ يفتش في الجسد الميت. كان بياخد حاجات صغيرة، خواتم، حلق، سلاسل، حاجات كان الميت متكفن بيها. لكن الغريب إن سالم كان أحيانا يقعد جنب الجثة ويهمس بكلام غريب كأنها تعاويذ، كأنه بيكلم الميت نفسه. الناس لما عرفت راحوا بيته وفتحوه، لقوا جوه حاجات غريبة أغرب من الخيال. كفوف لسه مبلولة، شعر ملفوف في قماش، عظام صغيرة، ودفاتر مكتوب فيها طلاسم بلون الدم. اتقال بعدها إن سالم ما كانش بيسرق عشان الفلوس، لا، كان بيعمل طقوس سحرية من جثث الموتى. وكان مكتوب في الدفتر بتاعه إن الميت اللي بينادي عليه باسمه عند الفجر الميت بيرد عليه بصوته الحقيقي. من بعدها محدش شاف سالم تاني، بس في بعض الليالي بيقولوا إن في صوت ضعيف بيهمس من بعيد. رجعوا اللي خدوه، رجعوا اللي خدوه. بعد ما أهل القرية اكتشفوا المصيبة بتاعت سالم الحنوتي قرروا يدفنوه حي في نفس المقابر اللي كان بينبش. بس الغريب إنهم لما راحوا يدوروا عليه اختفى تماما زي ما قلنا، لا في بيته ولا في المقابر. اختفى تماما كأن الأرض اتشقت وبلعته. بس بعدها بأيام حصلت حاجة غريبة. كل واحد كان شارك في تفتيش بيته بدأ يشوف كوابيس مرعبة فيها سالم بنفس هيئته وشكله وهو ميت. كان بيقف في نص الكابوس ويقول: اللي خدوه مني هرجعه بنفسي، وكل روح لمست طيفي مش هتنعم بالراحة. في البداية الناس افتكرت إنها تهيؤات، لحد ما أول راجل منهم مات فجأة في نومه. وتاني يوم لقوه وشه متجمد على ملامح خوف رهيبة وكأنه شاف حاجات مرعبة قبل الموت. ومن بعدها بدأت الحكاية تتكرر، وكل اللي دخل بيت سالم مات بنفس الطريقة. واللي نجا منهم قال إنهم سمعوا صوت جاي من ناحية المقابر بيضحك ضحكة مش بشرية، ضحكة فيها نفس غريب وصدى بيهز الهوا كله. وفي ليلة مظلمة شيخ الجامع قرر يروح بنفس المقابر ويقرأ قرآن هناك عشان يوقف اللعن. ولما بدأ يقرأ الأرض نفسها كانت بتتهز تحته، وكأن في حاجة بتتحرك تحت التراب. وفجأة طلعت ايد من قبر سالم اللي اصلا المفروض ان مفيش اي جثة في القبر ده. الشيخ وقع وقتها مغمى عليه، ولما فاق قال كلام محدش قدر ينساه. قال سالم ما ماتش، هو حبس نفسه بين الحياة والموت، بيستنى كل اللي يلمس تراب مقبرته عشان يسحب منه نفسه الأخير. ومن يومها القبر ده محدش بيقرب منه بعد المغرب. وبيحكوا ان في ليالي ال50 لو مشيت جنب القبر ممكن تشوف راجل لابس جلابية قديمة بيتمتم بكلام غريب وبيمد ايده على القبور كأنه بيفتش فيه، لكن لو بصيت عليه اكتر من 3 ثواني هيوصلك هو وهيضحك ابتسامة مرعبة. وبعد ما موت الناس بدأ يزيد واحد ورا التاني. ظهرت واحدة في القرية اسمها زينة، كانت ست شجاعة وما بتخافش بسهولة. قالت إنها هتنهي لعنة سالم بنفسها. وفي ليلة راحت المقابر ومعاها مصحف ومية بملح، وأول ما قربت من قبر سالم سمعت حد بيهمس وراها: ارجعي ده مش مكانك. بس هي طنشت وبدأت ترش الملح حوالين القبر. وفجأة الأرض اتشقت شق صغير وطلعت منها إيد هزيلة حاولت تمسك رجليها. زينة صرخت ورمت الملح كله على الإيد بدأت تتحرق وتختفي بصوت كأن حد بيتوجه. والأول مرة من سنين المقابر بقت ساكتة، هدوء مرعب لكنه خلى اللعنة تختفي. لكن من يومها زينة كل ما تعدي جنب المراية تشوف وش سالم وراها لثانية ويختفي، وكأن روح سالم اتعلقت جوه زينة. ودي كانت نهاية القصة. لو عجبتك الحكاية اشترك في القناة واستنى حكايات اللي جاية.